بتبدأ الحكاية في دولة غريبة كان حصل فيها مشاكل ومعدلات الإنجاب عندهم قلت جدا، فعلشان كده الشرطة خدت قرار ومضمونه إن أي حد يكمل 16 سنة هيجيله إشعار بشريكة حياته واللي لازم إنه يتجوزها أو هيدفع غرامة مالية كبيرة أوي. ولما اتطبق النظام ده معدلات الإنجاب ارتفعت تاني، والنظام ده نجح ونتج عنه أطفال معدل ذكائهم عالي جدا. بس ده هيسبب مشاكل مع بعض الناس زي بطلنا واللي اسمه نيجي، وده علشان هو بيحب زميلته في الفصل ميساكي ومش عاوز يجيله الإشعار من الحكومة واللي هيجبره يتجوز ببنت ما يعرفهاش ولا بيحبها. والإشعار ده لو جه لأي حد بيكون ممنوع يحب أي حد تاني. ومرة هم في المدرسة شوية طلاب اتجمعوا علشان يقولوا إنهم مش هيتجوزوا من الإشعار ده أبدا، وكان من ضمنهم نيجي. ولما كانوا بيتفقوا جت ميساكي وحطت ايديها معاهم على أساس مش ناوية تتجوز هي كمان. وبيكون نيجي بيحب ميساكي من 5 سنين، وبيفتكر أول مرة شافها لما كانوا في ابتدائي، ولما عطى ميساكي الأستيكة وهم صغيرين وشكرته عشان عطاها لها. ومن ساعتها هو بيحبها وبيكون زعلان عشان هو مش عاوز يحب حد او يتجوز حد غيرها. وتاني يوم ونيجي على الاكل بتقول له امه ان بكره عيد ميلاده وهيتمم ال 16 سنه، وبتقول له انها فرحانه عشان اخيرا الاشعار هيوصل وابنها هيتجوز. وده على عكس نيجي اللي بيكون زعلان جدا وبيفكر طول الليل وهو على السرير في حبيبته ميساكي، وبيكون ممنوع الدخول في اي علاقه بعد الاشعار. ولو نيجي ما اعترفش بحبه لميساكي دلوقتي مش هيعرف يعترف لها بعدين، فبيقرر ان هو يروح تاني يوم ويعترف لها قبل ما الاشعار بتاعه يوصل. وتاني يوم بينادي نيجي عليها علشان يعترف لها بحبه، ولما بيقول لها انه كان معاها في نفس الفصل وهم صغيرين بتقوله انها مش فاكراه، فبيزعل نيجي جدا وبيقول لها خلاص بعتذر عشان وقفتك، وبعدين بتمشي. بس وهي ماشيه نيجي بيزعق بأعلى صوته وبينادي عليها وبيقول لها النهارده الساعه 6 في حديقه المدرسه، هستناكي وياريت تيجي لو حابه يعني. وبعدين بيمشي وبيفضل نيجي في حديقه المدرسه مستني ميساكي لحد الساعه 10، ولكن في الاخر ما بتجيش. وبتيجي الشرطه وبتخلي نيجي يمشي عشان ما ينفعش يفضل لوحده بره البيت بالليل، فبيقول لهم تمام وبيقرر انه يروح. بس وهو ماشي ميساكي بتنادي عليه وتوقفه وبتعتذر منه عشان اتاخرت، وبيقعدوا هما الاتنين على الكرسي. وبيكون نيجي محروق جدا ومش عارف يبدا كلام ازاي. ولما بتساله ميساكي عن معلومات في التاريخ بيجاوبها وبيتكلم بسرعه ويحرج، فبتضحك ميساكي وبتقول له انت كنت على طول كده واحنا في الفصل. فبيستغرب نيجي انها لسه فاكراه، وبتقول له ميساكي انها كسبت عليه لما قالت له انها ما تعرفوش في المدرسه. وبيعترف نيجي بحبه لميساكي وبيقول لها انه بيحبها بقاله 5 سنين. وبتعيط ميساكي عشان هي كمان كانت بتحبه، وبتكون ميساكي محتفظه بالاستيكه اللي كان عطاها لها وهم صغيرين، وبتقول له انها كانت بتحبه من يومها. فبيفرح نيجي جدا من كلامها وبيفرح اكتر عشان طلعت بتحبه. بس الساعه بتوصل 12 وبيبعتوا اشعار لنيجي على البنت اللي المفروض يتجوزها. وبيستغرب نيجي من الاشعار ده جدا عشان شريكة حياته هي ميساكي، وبيكون فرحان جدا. بس 2 من الحكومة بييجوا علشان يسلموا الإشعار الحقيقي، وبتفاجئ نيجي علشان في بنت تانية مكتوب عندهم. ولما بيقول لهم نيجي على اللي حصل وإن جاله إشعار من شوية بإنه هيتجوز ميساكي بيقولوا له الكلام ده مش حقيقي، وبعدين بيمشوا. وبتكون ميساكي حزينة جدا عشان ما عادش ينفع تحب نيجي، وبتبارك له بعيد ميلاده وبتقول له إنها فرحانة عشان اعترفت له بحبها وبتتمنى له السعادة. وبتجري وهي زعلانة وبتعيط، بس نيجي بيجري وراها وبيلحقها وبيقول لها انه بيحبها ومش هيسيبها ايا كان. فبتعيط وبيحضنوا بعض هما الاتنين. وبيكون الاشعار وصل للبنت اللي المفروض يتجوزها نيجي، وبيكون البنت دي اسمها ليلينا. وتاني يوم بيتجمع العيلتين عشان العريس يشوف عروسته، وبيكون نيجي زعلان جدا عشان مش هيتجوز حبيبته ميساكي. واول لما نيجي بيشوف ليلينا بيتصدم قوي عشان البنت بتكون جميلة. وبيقول نيجي انه اول مرة يشوف واحدة بالجمال ده، واثناء ما كانوا قاعدين بيتعرفوا على بعض بيكون نيجي باين انه محبط وزعلان. ولما بتيجي ليلينا تكلمه مش بيرد عليها، فبتزعل البنت وبتقوم تزعق وبتقول لهم انا مش هتجوز العبيط ده. وبعدين بتمشي وبتقترح العيلة على نيجي ان هو يدور عليها علشان يقربوا من بعض اكتر. ولما نيجي كان بيدور عليها حط ايده على باب كده بالغلط، فطلعت ليلينا جوه. ولما شافها حسوا هما الاتنين بالاحراج، وبتكون ليلينا زعلانه وبتعيط عشان هي بوظت الجواز. وبيطلع ان ليلينا كمان كانت خايفه انها تتجوز بس قررت تواجهه، وبعد كده حصل لها الموقف ده. فبيزعل نيجي من اللي عمله معاها وبيعتذر لها وبيقول لها ان اللي حصل ده علشان بيحب بنت تانية ومش عاوز يبعد عنها. وبتكون ليلينا فرحانه وهو بيحكي لها، وطلبت منه يحكي لها على التفاصيل كلها. فبيقول لها نيجي على كل اللي حصل، وبيقول لها انه عاوز يتعرف على ميساكي اكتر ويتكلم معاها اكتر ويعرف هي بتحبه في ايه كمان. فبتقرر ليلينا انها تساعده وتعرفه على ميساكي، فبيفرح جدا. وتاني يوم بيروح نيجي على المدرسه وبينبهر صحابه من جمال شريكته، وبيكونوا فرحانين لصاحبهم علشان حبيبته طلعت جميله جدا. وبيكون الكل فرحان لنيجي عشان اخيرا هيتجوز. بس ميساكي باين انها زعلانه جدا ولكن مش بتبين. وبتكون ليلينا طلبت من نيجي يروح لها المدرسه عشان يتفقوا على خطه، فبيروح لها نيجي على المدرسة. لكن بتكون ليلينا تعبت وراحت على غرفة الممرضة، فبيروح عليها نيجي وبيتكلموا شوية. وبعد ما بيخلصوا بيروحوا، فبيشوف نيجي ميساكي وهي ماشية. ولما بيقول ليلينا عليها بتروح عليها وبيبدأوا يتعرفوا، وبتسأل ليلينا ميساكي
عن مشاعرها ناحية نيجي، وبيكون نيجي وراهم اصلا، وبتقعد ميساكي تحكي لها هي بتحبه من امتى وبتحبه قد ايه، وبتكون ليلينا متأثرة جدا وفرحانة بقصة حبهم، وبتفرح ميساكي عشان اول مرة تحكي لحد عن حبها لنيجي. وبعدين بتمشي، وبعد ما بتمشي بتقعد ليلينا تعيط من الفرحة عشان اول مرة يكون عندها صديقة، وبيكون نيجي فرحان ومفكر ميساكي ما شافتهوش. وبتكون ليلينا بعد ما شافت قصة الحب بتاعتهم بتكون مقررة تقف جنبهم لحد لما يتجوزوا هما الاتنين. وبس كده بيكون خلص الجزء الاول. ما تنسوش اللايك والاشتراك